جه الوقت اللي اتكلم فيه عن حاجة حصلت ليا في خلال 6 سنين في السوشيال ميديا. والفيديو ده ممكن يكون من القلب للقلب. ايه اللي خلاني اتكلم فيه دلوقتي؟ انه اليوتيوب بعت لي تهنئة ان انا تميت 6 سنوات على السوشيال ميديا. 6 سنوات، الحمد لله اللهم لك الحمد. عمري ما اذيت حد، عمري في حياتي مثلا ما كنت طلعت سر من اسرار حد، او سبق زي ما بيقولوا صحفي، او سبق حصري، لاني عمري في حياتي ما كنت اقبل من نفسي ان انا يعني اطلع للناس مثلا على العام ان انا اجيب سر من اسرار البيوت. كنت دايما بحاول انتقد او بعمل الشيء اللي قدامي على الكاميرا، او اقول قصه او نصيحه كانت واقع او خيال، برضو كانت للغرض منها انه الناس تستفيد وتتوعى. في خلال 6 سنين حصلت كوارث وبلاوي زرقاء كتير جدا في حياتنا العامة. شفنا الأخ اللي بيقتل أخوه، شفنا الابن اللي بيقتل أمه، شفنا الصديق اللي بيقتل صديقه، شفنا اللي أكل مال أخوه، شفنا الصاحب اللي هتك عرض مرات صاحبه، شفنا الصاحب اللي بيأمن لصاحبه، شفنا حاجات كتير جدا قدامنا من القصص اللي كنت بحكيها واللي كنت بتقولوا ان هي من رابع المستحيلات تحصل، لكن هي للأسف مليون مرة ان هي حصلت. طبعا كان ليا جمهور كبير جدا وكان بيتابعني باستمرار، وتقريبا كان اسمي معروف وكان دايما في محرك البحث موجود. الا انه اصبت بحاله نفسيه فتره معينه واكتئبت كده، ومع انه في عز اشتهاري ونجاحي بعدت عن السوشيال ميديا لمده 3 سنوات. حذفت اكونت الاصلي الشخصي، وحذفت البيدج بتاعي اللي هو 25,000 مشترك، وقناتي كانت 20 ورجعت بقت 15. وفضلت على الحال ده لفتره كبيره جدا، وانا قررت ابعد تماما عن السوشيال ميديا، لاني انا كانت نفسيتي غير مهيئه ان اطلع. انسان لما يعرض لظلم لفتره كبيره جدا او ياخد صدمه من حد ما كانش متوقع انه ياخد الصدمه دي منه، بتبقى صعبه جدا، اصعب من القتل، اصعب من الموت. تقريبا انا بتكلم بكل القوه ومفيش دموع في عيني، لاني تجاوزت الفتره دي، وهقول لكم تجاوزتها ازاي وعديت منها ازاي، علشان ممكن يكون ناس كتير جدا مرت بنفس الظروف دي. طول فتره السوشيال ميديا كنت اكتر بني ادمه بساعد الناس اللي حواليا، وكنت دايما ما بتكبرش على حد، وكنت دايما اي حد بيطلب مني مشاركه منتدى او ارفع له على الصفحه بتاعتي او اجيب سيرته في فيديو، اي حد مريض اساعده بنشر حالته الصحيه قدام الناس على العام. عمري ما قبلت تبرعات، عمري ما قبلت من حد يساعدني ماديا، عمري في حياتي ما حد قال لي قولي كذا قلت. ممكن اكون خطأت في يوم من الايام ان انا دخلت نفسي في موضوع انا ما كانش المفروض ان انا ادخل فيه، لكن لما دخلت بنتي السوشيال ميديا وعرفت قد ايه مدى السوشيال ميديا مهمة في حياة الانسان، وقد ايه انه ممكن في يوم من الايام يكون مصدر رزقه الوحيد، وما ينفعش يغيب يوم واحد، لان اليوم الواحد ده بيفرق، ممكن يرجع حسابك للصفر من اول وجديد. وانه الحزن في القلب فعلا، وانه الواحد ساعات كتير جدا هيكون مصور فيديوهات هيعرضها في وقت احزان، في وقت فراق، في وقت موت، هيكون فيديوهات محضرها ليوم زي ده وهيبدا يعرضها. مش بالضروري يكون في حزن، ومش بالضروري انه يكون في الم، وفي نفس التوقيت يكون مثلا ايه، يكون مثلا انه في الم وواحد يكون قاعد بيصور. لا، عرفت انه في حاجه اسمها غير مدرج، وعرفت انه الناس ممكن تشيل الفيديو لليوم ده، زي ما في ناس بتشيل فلوس لليوم الاسود، في فيديوهات بتبقى لليوم برضو الاسود. فمن هنا بدات افهم ان انا كنت مخطئه لبعض الامور، وطبعا اعتذرت عليها واستغفرت ربنا ورجعت الى الله في الحته دي، وبتمنى من ربنا يسامحني ويغفر لي، لان ما كنتش مدركه الشيء دوت. لكن كان في نقد كتير كويس انه غير مصير ناس كتير جدا، وكان في نقد ضر ناس كتير جدا، لانه زي ما قلت الرقاصه عمرها ما يعجبها ان حد يقول لها انت رقاصه وده حرام، ولا حتى مع انه انا بقول بس انا مش بسلطان على حد، ولا هيعجب الحرامي تقول له توب الى الله، ولا هيعجب اي حد ماشي في الغلط ان انت توقف اكل عيشه او رزقه. فعشان كده انا في الوقت ده حسيت ان انا برضو مخطئة في تحليلي لبعض الامور، وعادي واحنا مش ملايكة، يعني ممكن نصيب وممكن نخطئ. الا انه في يوم من الايام طبعا زي ما قلت لكم خدت صدمة عمري في بعض البشر، فبعدت تماما على السوشيال ميديا، لاني كنت بداوي جروحي الشخصية مش جروح الناس. ولا هينفع اقول قصة، ولا هينفع اقول موضوع، ولا هينفع اقول اي حاجة انا اساسا من جوايا حد مجروح اعالج الناس وانا مجروحة ازاي؟ ده بقى فقدت المصداقية تامة.
في الفترة دي وقعت قناتي وتراجعت بنسبة كبيرة جدا وطلعت من محرك البحث، وانا كنت فاكرة ان انا مش هرجع تاني. وانا اليوم ما قلت بيني وبين نفسي بعد فترة كبيرة يمكن سنة ونص، لو هرجع هرجع ادي، مش هرجع ابص ورايا، مش هرجع احزن، مش هرجع اتأثر بالكلمة، مش هرجع اتأثر بالكومنت، لاني عرفت واتأكدت انه خلف الكاميرا او خلف الموبايل عامة حد ماسكه ممكن يكون اصلا حد لئيم، حد حاقد، حد مش بيحبك، حد بيتمنى لك الشر، حد كذا. فانا خلاص ايقنت انه مش كل الناس على نفس طبعي او على نفس كياني، يحب الخير، يحب كذا، يحب كذا، لا. ومن هنا قعدت اتابع اشوف مين اللي هيقف جنب ام كريم، ومين اللي هيدعمها نفسيا، ومين اللي هيقف جنبها لما ترجع، او الكلام ده كله. للاسف رجعت وحيده، وعكس ما توقعت ان انا كنت ممكن حد يساعدني يرفع منتدى او حد يقف معايا او الكلام ده كله. ورجعت اقوى من الاول طبعا اكيد. رجعت صح، الريتش واقع، رجعت طبعا للاسف رجعت لقيت الدنيا بايظه في الحساب. رجعت لقيت الفيس بتاعي اللي هو اللي كنت بشغله اتدمر، فحذفته بايدي. رجعت لحسابي مش الشخص الاساسي اللي انا لحد دلوقتي ببكي عليه، لانه كان في احلى ذكريات حياتي انا وولادي وهم صغيرين، وبشتاق جدا لصورهم وهم صغيرين. وبيني وبين نفسي ساعات بزعل وببكي على الصور دي، لكن الا انه بقول الحمد لله، ربنا يبارك ليا في الاصل اللي موجود عندي. خليني اقول لكم، رجعت اشغل حساب كان بتاع بنتي، فانا خدته اشغله وكده، بس برضو ريتش واقع فيه، لان انا كنت خدته ايام ما قفلت حسابي الاولاني، وواقع بمعنى الكلمه. فكل اللي محتاجاه من اي حد بيشوفني وحابب يساعد ام كريم، مش اكتر ولا اقل، تفكوا لي الحظر اللي هو فيه. ممكن تقدر تحط لي كومنتات كتير جدا، مش ضروري تتابعني، ممكن تحط لي لايكات، يعني على الاقل ان الناس ترجع تاني تلاقيني من اول وجديد. انا واثقه كل ثقه ان هو لما هيرجع يشتغل هيكون مصدر رزق ليا ان شاء الله باذن الله تعالى، وفي نفس التوقيت هيقدر يقوم تاني، وانا كفيله بالباقي. يعني انت بس ساعدني في اللايك او في الكومنت المتكرر عشان يفك الحظر، لكن انا متاكده مليون المية ان انا هقدر ان انا اشتغل وانجح اكونتي وارجع احسن من الاول. خليني اقول لكم، انا مش عارفه الاشارات دي ايه بس ماشي. ف... فانا واثقه من نفسي ان انا هنجح وهثبت نفسي، بس للاسف مش هرجع ام كريم اللي على طول منتداها كان للغير او خيرها بره زي ما بيقولوا. مش هترجع ام كريم اللي هتذكر اي اسم عندها في حسابها. مش هرجع اعمل علاقات تانية على السوشيال ميديا للاسف، لانها كلها كدابه وكلها بتاعت مصالح. مش هرجع انا ام كريم بتاعت زمان، لانه خلاص انا وصلت لمرحله ان انا انجح وما ابصش لورا، وهنجح وهنجح وهنجح. وتذكروا كويس جدا بعد الفيديو ده ان انا هرجع اسمي القديم واسمي في محرك البحث تاني من جديد، وجوايا طاقه وامل. انا عملت ايه عشان اوصل لكده؟ السلام النفسي يا جماعه، علاقتك بربنا، حفاظك على علاقتك بربنا هي اللي بتنجيك من اي مهالك. احنا في وقت المهالك بنوصل لمرحله ان احنا بنتمنى الموت، احنا بنوصل لمرحله احنا ايه يعني، خلاص حياتنا ملهاش اي 30 لازمه. بتبص على الناس اللي حواليك، بتبص على امك وابوك، بتبص على بيتك اللي محتاجك، بتبص على كل حاجه حواليك، فبتبدا تبني نفسك من جديد. لو ما تحب نفسك بقى وتبدا تشوف نفسك حلو، سنك هيصغر لوحده تلقائي. في ال3 سنين دول انا مش كبرت 3 سنين، انا كبرت 30 سنه. صحيا اتدمرت، نفسيا اتدمرت، شكليا اتدمرت، لكن الحمد لله من يوم ما قربت لربنا اكتر من الاول باسمه بحفظه، الحمد لله الواحد نفسيته اتحسنت من تاني. هرجع اقول لك صلي صلاه الحاجه، هرجع اقول لك اذكر ربنا، استغفر قد ما تقدر في اليوم، قول سبحان الله وبحمده كتير جدا، قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كتير جدا، قول اذكار الصباح والمساء. ارضي امك، ارضي ابوك، راضي ولادك، راضي جوزك، راضي كل حد حواليكي، مش مهم انتي، لان ده كله يرجع ليكي ولكن بالمثل. فان شاء الله باذن الله تعالى الفترة الجاية يعني هقول لكم اكتر عن اي شيء انا استفدت منه الفترة اللي فاتت، بس تحس انه فعلا ربنا بيعمل حاجة للانسان عشان يقربوا اكتر واكتر 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 منه، ويقول له انا جنبك ومش هسيبك، ولاخر يوم بعمرك هتفضل في حمايتي وتحت نظري، وعمري عمري عمري في حياتي ما هكون حد يعني عمرك ما هتكون حد ضعيف طول ما انا جنبك وسندك وظهرك. خليكوا مع ربنا ابقى في كل حاجه، واطلبوا من ربنا، عمر ربنا ما يخيب ظنكم في اي حاجه. احتفلنا ب6 سنين وجودي في السوشيال ميديا،
وان شاء الله هيبقوا مش 6 سنين، هيبقوا ان شاء الله 60 سنة لو ليا في العمر بقية يعني، مع انه مستحيلة بس ماشي اوكي. يكونوا منفعة مش مضرة للناس، وربنا يجعلني دايما منفعة وناصحة، مرشدة مقوية، عندي رسالة اوصلها لكل الناس. ربنا يحفظ جميع بناتنا وبنات المسلمين وغير المسلمين، كل الموحدين بالله. ربنا يزيد ويبارك في الاسلام، ربنا يبارك في كل واحد موجود على وجه الكرة الارضية، ربنا يرحم شهداء فلسطين ويحررها قريبا يا رب، اللهم امين. ويبارك لنا في اعمارنا، ويبارك لنا في اولادنا وفي حياتكم وفي دنيتكم وامهاتكم وابهاتكم، ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. واقول للحاقدين ربنا يرزقكم ملايين الفلوس اللي تشغلوا نفسكم بيها وتبعدوا عينيكم علينا، لانه كفايه تعبنا والدنيا ما كانتش بخير بسببكم.